يو السلام عليكم، فيديو جديد ولكن ماشي بحال الفيديوهات اللي دازو. في هذا الفيديو ان شاء الله غنهضروا على اخبار ديال السيمانه، وغنديروا كونسيبت جديد اللي غيكون سميتو اللاصق. في هذا اللاصق هذا غنعطيكم اللاصق كاع الاخبار، غتكون 100% موثوقه. ونتمنى يعجبكم هذا الكونسيبت الجديد، وخليو لي في الكومنت سيكشن فيدباك ديالكم. وغنبداو بواحد الخبر اللي مهم في الدبلوماسيه المغربيه، اللي هو الخبر ديال الزياره ديال الرئيس السابق ديال جنوب افريقيا جيكوب زوما اللي جا وتلاقى مع وزير الخارجيه ناصر بوريطه، ودعم الوحده والسياده المغربيه على اراضيه من وسط العاصمه الرباط. هذا الشيء هذا كامل كيبين القوه ديال الدبلوماسيه المغربيه اللي غاده بخطوات ثابته باش صافي تسحب البساط على الاعداء الوحده الترابيه ديالنا. وصافي من بعد فرنسا واسبانيا والبيك بوس امريكا انجلترا، وجايه في الطريق ان شاء الله الصين حتى هي وروسيا، وعاد الدعم لا مشروط من العديد من الدول الافريقيه. كل مره كنسمعوا دوله افريقيه اخرى اللي كتضاف للمجموعه الداعمه للمغرب. بقات حاجه وحده اللي جايه في الطريق اللي غتكون الضربه القاضيه، هو الطرد ديال المرتزقه من الاتحاد الافريقي. وراه جايه مع الدول كيتزاد، ملي غنوصلوا لواحد العدد راه صافي كلشي غيفوتي على الطرد ديالهم. وان شاء الله غتكون هذيك هي الطلقه الاخيره، وغيبقاو عاها على الجزائر. ونبقاو في المغرب وخبر مهم اخر، وهذا في المجال الاقتصاد. بورصه الدار البيضاء لاول مره في التاريخ كتفوز تريليون دولار، اكثر من 100 مليار دولار. هذا هو الرقم اللي وصلت له البورصه ديال الدار البيضاء، وهذا كيبين بان الشركات المغربيه والاقتصاد المغربي طالع بقوه. ولكن كنتمناو هادشي ينعكس على الفئات المعوزه، الطبقه العامله في المغرب. سوريا الشقيقه من بعد ما خرجوا من سنوات العذاب مع بشار، ويلا بداو كيوقفوا على رجليهم وغادي كيبنيو مستقبل افضل لسوريا. الكيان كيهجم عليهم، كيقصف وزاره الدفاع، كيقصف المناطق الحدوديه. كنتمناو خير، واخا اغلبيه المحللين الجيوستراتيجيين كاملين كيقولوا بان الهدف ديال اسرائيل هو يضم المناطق اللي قريبه للحدود على اسرائيل كامله، ويدخل في الاراضي السوريه. وغندوزو الايفينمون الكبير اللي كان في الرباط، الايفينمون ديال ام جي يو، اللي هو الكاميلا اكس. بشراكة مع جمعية الكامينة الكامين ما. ايفينمون اللي كان واعر، مشيت حضرت انا الفينال اللي كان ديال فالورانت. ونهار كان فيه الشو، كان الشو ديال ديزيدروس ديال تشوبي، كان الميتين جريت ديال ستورمي، كانت الدعوه عامره، كان داكشي زوين، كلشي واعر، عجبني زعما ليفينمون. كلشي بنادم كيبان لي زعما فرحان. كانوا لي طومبولا ديال دايرينهم شركات تما، من غير حاجه وحده اللي كتبان لي شويه ناقصه. ابري داش بوليميكس في الكوميونيتي ديال الجيمين اللي هي الاوردز. منين كنت انا حضرت الاوردز كيبان لي احسن ستريمر كيديها بوكسعه ولا بوكسعه. ثاني احسن ستريمر بنت والله ما عرفتش سميتها، ومالكي دا شي اوورد حتى هو. وهادو زعما راه ماشي جيمرز، نهضروا ترو جيمرز، راه ماشي جيمرز هادو، لا علاقه بالجيمين. كيبان لي بان بحال الاووردز هادو في ايفينمون اللي فيه الجيمين اوورد اكسبو، كان خصها تعطى للدراري ديال الجيمين اللي عطاو للجيمين في المغرب. بحال مثلا في البنات كانت ممكن ديها حكيمه، في الجيمين صراحه كاين دراري بزاف كانوا يقدروا يديوها كيعطي الجيمين. كاين الدري هلاله، كاين حارث سي اش، كاين دراري بزاف، كاين دراري يلا طالعين، دراري ترو جيمرز اللي كيتقاتلوا، كيلعبوا فالو، كيلعبوا لي جو دو رول، كي كيتكلاساو في الرانكين، وهذا مقاتلين. ماشي بنادم كيدير رياكسيون ايرون كيخربق البترولي، وهذا كيجيبوا النمبرز عندهم، ولكن هذا سنات نمبر اووردز ولا شي لعيبه بحال هكا. وهاد اللعيبه دي خلات بوليميك بنادم ما عجبوش الحال، بلا ما نهضروا على بزاف د المشاكل في اورغانيزاسيون الدراري الستريمر واليوتيوبر الجيمين ما تعطاشهمش حقهم في داك ليفينمون، تحسوا براسهم تحقروا على هضرتهم هما هادشي اللي كيقولوا. مي سينو انا كشخص اللي جا حضر ليفينمون داكشي كدا ستوب واعر، ما عندي ما نقول. وغندوزو الاخبار ديال الكره، اللي غنبداو بالخبر المحزن ديال الوفاه ديال الاسطوره المغربيه احمد فرس، لاعب اللي عطى الكثير للمنتخب المغربي، هو الهداف التاريخي ديال المنتخب المغربي. هو اول لاعب في التاريخ كيفوز بالكره الذهبيه الافريقيه، وهو كان جزء من الملحمه التاريخيه ديال المنتخب اللي داو كاس افريقيا الوحيده في تاريخ المغرب. الله يرحم الاسطوره ديالنا احمد فارس. للاسف فشل الانتداب ديال عبد الله وزان للريال مدريد، طرا شي مشكل في الفحص الطبي. اخر المصادر كتقول بان ما كاين حتى شي مشكل خطير زعما على الكارير ديالو في المستقبل.
وغالبا غيمشي غيطلع للرديف ديال لاياكس امستردام وغيجدد مع اياكس. هذه اخر الاخبار. اما بالنسبه للعناوي فصافي تقريبا 100% غيمشي لايس روما، الصفقه اللي غتكلف 22 مليون يورو. نتمناو توفيق العناوي ونشوفوه في التطفيفه الجايه مع المنتخب المغربي. نادي الجيش الملكي كيقدم لاعب المنتخب المغربي يونس عبد الحميد، لاعب اللي عنده خبره كبيره في ليغ 1، لعب مع هذه الفرق ديال ليغ 1، غيجي غيلعب في البطوله المغربيه مع نادي الجيش الملكي، النادي الزعيم. نتمناو انه يعطي الاضافه ويعاون نادي الجيش الملكي باش يدي عصبه الابطال. البطل الاولمبي ديالنا سفيان بقالي كيفوز بالمرتبه الاولى في الدوري الماسي. In third place, and Miura of Japan clears that final barrier, and Obakali, there's pride at strength here. He's determined to stay ahead. He will not be beaten, and he is not beaten here tonight. He gets back to the front and wins in 8:03. نتمنى تكون لا فيديو عجباتكم، نتمنى يكون الكونسيبت حتى هو عجبكم ديال اللاصق. هذه كانت اول محاوله first try. Take care and peace. I think I let my guard down. Certain things ain't the same now. Hard to navigate these problems. I'm by myself, you're not around. I tried to open up, it wasn't good enough. Put in my all and got nothing back. Now I'm stuck in the rain, dealing with all this pain.